في خبر محدش تقريبا بيتكلم عنه، لكن مهم جدا لمستقبل الكريبتو عالميا. تركمانستان دولة في آسيا الوسطى أعلنت رسميا إنها أقرت قانون جديد بنظام العملات الرقمية، وبيعطي ترخيص قانوني للتعدين الكريبتو وتشغيل منصات التداول. المصدر رويترز نفسه. القانون الجديد بيحدد قواعد واضحة لتشغيل البورصات وإزاي ياخدوا رخصة، وكمان إزاي شركات التعدين تشتغل بشكل قانوني ومراقب من الحكومة. والأهم، القانون ده هيدخل قيد التنفيذ يوم 1 يناير 2026، يعني الدولة داخلة رسميا في مجال الكريبتو بقواعد واضحة مش عشوائية. ليه الخبر ده مهم؟ لأن آسيا الوسطى بقت منطقة تعدين وتقنية، ومع دخول دولة زي تركمانستان بتنظيم كامل، ده بيشوفوا محللين كإشارة إن دول تانية ممكن تاخد نفس الاتجاه. وبصراحة إن دولة محافظة زي دي تمشي في الاتجاه ده معناه ان اعتماد الكريبتو عالميا بيكبر اسرع من المتوقع. السؤال بقى، هل دي بدايه موجه قوانين جديده على مستوى العالم، ولا خطوه فريده مش هنشوف تاثيرها قريب؟ قولوا لي رايكم ايه، اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا متابعه عشان نكمل كل اخبار الكريبتو اول باول.